السلام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. القضيه اليوم هتسافر بينا لتركيا، بالتحديد لإسطنبول، وبالضبط في واحد المنطقه اسمها الفاتح. وهذه القضيه سموها قضيه 30 دقيقه، وهي من ابشع الجرائم اللي دازت على تركيا مؤخرا سنه 2024، اللي مشاو فيها 3 ديال الأرواح من عائلات مختلفين. نرجعوا لسنة 2019 ونتعرفوا على واحد الطالب سميتو سامح تيليك، في العمر ديالو 14 عام. سامح كان شخص انطوائي وما كيهضر مع حتى حد وما كيكونش صداقات، لا مع الذكورة ولا مع البنات. سامح كان كيعجبو يجلس في الاخر القسم ويبدا يرسم، وما مهولش الاستاذ ولا الدرس ديالو، داخل يقرا وما حاملش راسو. وفاش كانوا الوالدين ديالو كيشوفوا النقط طايحين بزاف، واخا ما كانش كيعجبهم الحال، كانوا كيحاولوا معاه غير بالهضره، كيقولوا له خاصك تقرا مزيان، وكيحاولوا يقنعوه غير بالسياسه. سامح كيفاش كان كيجاوبهم كيقول لهم حتى اذا قريت شنو اللي غيتبدل في هذا العالم الكئيب. مع انه لو ان الوالدين ديال سامح كون بغاو يعرفوا الحاله ديال ولدهم كون ركزوا غير مع الرسومات اللي كيرسم، ومن هنا للقدام غتعرفوا شنو كان قصد بهاد الهضره. كيف قلت لكم، سامح كان قليل الهضره، كيدور في المدرسه وهو مكتئب وحزين. الوحيده اللي خلاها تتقرب منه هي واحد البنت سميتها اقبال اوزونور. اقبال كانت من البنات اللي معجبين بالشخصيه ديال سامح الغامضه، وحتى سامح كان معجب فيها، وبدا كيسمم اقبال بالافكار الكئيبه ديالو. والوالدين ديالها بداو كيلاحظوا هذا الشيء، لان البنت تبدلت عليهم، حتى هي ولات كارهه الحياه، السلوك ديالها تبدل وولات انسانه متمرده، وحتى هي ولا فيها الاكتئاب. الاساتذه والوالدين ديالها كانوا عارفين السبب، وعارفين بلي هذا الشيء غير لان سامح مأثر عليها. سامح كانت الحاله ديالو نهار على نهار كتزاد تكفاس. المفروض واحد في السن ديالو ما يكونش عنده هاد الافكار، التفكير ديالو مشغول في الدنيا والحياة والموت، لدرجة أنه بدأ كيشكك في الوجود ديال الله سبحانه وتعالى. نجيو لتاريخ مارس 2022. سامح قدر أنه يقنع إقبال باش تنهي الحياة ديالها معه، وهذه كانت أول محاولة انتحار لهم بجوج. وقال لها شنو بالك نمشيو ونقطعو يدينا بالموس. إقبال وافقت، وفاش كانوا غاديين ينفذوا هاد العمليه الانتحاريه، لحسن الحظ ديالهم شافهم واحد الشخص واتصل بالبوليس. وفاش خداوهم البوليس، سامح اعترف عادي، وتم تسجيل محضر رسمي لهم بجوج، وحكموا عليهم انهم يراجعوا طبيب نفسي بالاجبار وبزز منهم. طبعا الوالدين ديال اقبال تصدموا، كيفاش بنتهم اللي البارح عاد وهي طبيعيه ونشيطه وكتبغي حياتها بكامل الوعي ديالها تحاول تعمل هاد الشي في راسها. اقبال ملي شافت الامور ولات جديه عادك استوعبت، وبدات كتبكي وكتقول لهم راه ماشي هي سامح اللي ضغط عليها باش تمشي معاه وتنهي الحياه ديالها، وما كانتش باغا، هو اللي بزز عليها. الام ديال اقبال اتصلت بالاب ديال سامح وقالت ليه ولدك يعطينا باتساع ويبعد من بنتي، راه عمل لها غسيل الدماغ وكانوا باغيين ينتحروا. الاب ديال اقبال خدا بنته لواحد البلاصه بعيد على سامح باش تتعالج، وحتى من المدرسه اللي كانت كتقرا فيها مع سامح ما خلاهاش فيها، وخداها لواحد الثانويه اخرى غير باش تبعد على سامح، ومنعها من انها تتواصل معاه او تهضر معاه ولا تحاول انها تشوفه. اقبال كانت موافقه على القرارات اللي كيتخذوهم الوالدين ديالها 100%، وما عندها حتى اعتراض في هذا الشيء، ولكن واجهت صعوبة باش تخرج من الحالة النفسية اللي السبب ديالها طبعا هو سامح والأفكار اللي زرع عليها في راسها. مجرد أنك تفكر تنهي الحياة ديالك، مجرد تفكير راه خصو علاج، فما بالك أنك تبغي تطبق الفكرة وتوافق. طبيعي النفسية تترون، ولكن الأب ديال إقبال ساعدها بزاف باش تتحسن النفسية ديالها وترجع تعيش طبيعية كيف ما كانت في الأول وأحسن، وحاول أنه ينسيها في ديك الأفكار الخبيثة، وجاب ليها قطة تربيها وتلهى معاها، ودائما كيخرجها تشوف صحاباتها وتبدل الجو. إقبال بفضل الوالدين ديالها والمساعدة ديالهم بدات كتحسن الحالة ديالها. أما سامح كان حتى هو كيتعالج عن طبيب نفسي، دوز نقولو مدة عام وهو من طبيب لطبيب. الأطباء شخصوا الحالة ديالو وقالوا باللي عنده اضطراب نفسي وعنده شخصية معادية للمجتمع. وفاش كانوا الأطباء كيوصفوا له شي دواء ما كانش كياخدهم،
شكون قال لكم بلي هو خصو يتعالج اصلا؟ هو الحاله ديالو كانت عاجباه. الحاجه اللي ما كانتش عاجباه هي ان اقبال تنساه وتكمل حياتها عادي. يعني الطريقه كيفاش ان اقبال بعدت عليه واعتبرته مشكل نفسي اصطدمت معاه في هذه الحياه، هادشي ما تخليهش في راسو وما تقبلوش. سميح كان ديما كيراقب اقبال من بعيد وكيشوفها وهي داخله المدرسه الجديده ديالها. وواحد المره بقى سميح كيصوني على اقبال، كيصوني ويعاود، ولكن ما كتجاوبوش، حيت قررت انها ما تزيدش تحك معاه، خصوصا ملي شافت الوالدين ديالها شنو عملوا على قبل انها تتحسن الحاله ديالها. هنا سميح تعصب وبغى ينتقم منها. الواحد اللي مريض في نفسه كيكون عايش غير باش يعمل مشاكل مع غيره، ما عندوش اهداف، يا اما تكون بحاله يا اما انت ما تسوى ما تصلح. سميح باقي على نفس الطريقه ديالو، واللي هي يلعب في النفسيه ديال اقبال، وكان كيعني بالانتقام هو انه يمشي ويتقرب من واحد البنت، وباش يضمن بان الخبر هيوصل لاقبال قال باللي هاد البنت خاص ولا بد تكون الصديقه المقربه ديال اقبال، وهاد الشي كامل غير باش يبين ليها باللي حتى هو زعما صافي مستمر في الحياه ديالو. هاد البنت سميتها عائشه نور خليل. عائشه حتى هي تعجبات به وقالت علاش لا، يقدر يكون تبدل، مع انها عارفاه وعارفه الحاله ديالو. وفي هاد الوقيته اقبال بدلت رقم الهاتف والحسابات ديالها في السوشيال ميديا رجعتهم بريفي، طبعا بامر الوالدين ديالها. سميح حاول انه يكمل الدراسه ديالو ولكن ما قدرش. مع الاسف ما قدر لا يكمل الدراسه ولا ينسى اقبال، لانه رجع مهووس بها. والخطه ديال انه غينتقم من اقبال بعائشه فشلت وما جابت حتى نتيجه. وبالنسبه لعائشه ما كانش باغيها، عاملها مجرد وسيله. سميح قرر انه ينهي الدراسه ديالو ويخدم جزار، وخا الوالدين ديالو ما بغاولوش، الا انه كان مصر على هاد الخدمه، باغي يخدم جزار. قال ليهم ما عندكم حتى دخله فيا، انا مرتاح في هاد الخدمه. المهم سميح خدم واحد المده وجمع شويه د الفلوس وشرى بهم ادوات تقطيع اللحم من النوع الرفيع. في هاد الفتره الاخت ديال سميح الصغيره جاتها منحه دراسيه في واحد الجامعه في انقره. الام ديال سميح ما بغاتش تخلي بنتها تسافر لأنقرة بوحدها ومشات معاها، بمعنى ان سميح والاب ديالو بقاو في الدار بوحدهم. سميح واخا بدا كيخدم ما ناسيش موهبه الرسم ديالو، كيف ما كيدخل الدار كيشد الدفتر ديالو وكيبدا يرسم. طبعا ما كيرسمش شي حاجه عاديه. علاش انا قلت لكم في الاول بانه اذا كانوا الوالدين ديالو باغيين يعرفوا الحاله ديال ولدهم يشوفوا شنو كيرسم. سميح كان كيرسم الجثث مقطعين، جسم انسان مفكك. المشكله هي ان سميح ما بقاش غير مكتئب وعنده انفصام واضطراب الشخصيه وزيد وزيد. سميح ما كفاهش هادشي وبدا كيتعاطى المخدرات، دخل لهاد العالم ورجع مدمن مخدرات. الفلوس اللي كان جامعهم مشى صرفهم على هادشي، وملي تسالاولو الفلوس بدا كيبيع في حوايجو. نجيو لواحد النهار كانوا عاملين فيه حفله مجموعين فيها الاصدقاء مع بعضهم، اللي كانت حاضره فيها حتى اقبال. ملي وصل الخبر لسميح بان اقبال حاضره في الحفله، طبعا هو هاد الفرصه كيستناها من شحال هادي، وقال باللي هادي فرصه باش يلعب على اقبال. مشى ليها حتى هو وعمل راسو انسان طبيعي وما عندوش المشاكل، مشى كيتصرف عادي، وطبعا بدا كيتقرب من اقبال. هي في الاول كانت رافضه وما عطاتوش مجال، ولكن حيت هو انسان مريض في عقله بدا كيمثل عليها حتى قدر انه في الاخير يحصل على رقم الهاتف ديالها. وعلى غدا من الحفله سميح فتح لايف بث مباشر وبدا كيهضر وكانه كيودع. موراها قال بشكل واضح انه غينهي الحياه ديالو، وفي النهايه ختم الهضره ديالو وبدا كيهضر مع اقبال مباشره وقال اقبال سمحيلي، انا في هاد اليومين اللي دازو كنت كنفكر نقتلك، والسبب هو انه ما كنتش باغي نخليك في هاد الدنيا مورايا، وانا عارف باللي اديتك بزاف عليها، كان خصني نقتلك باش ما تسمعيش الخبر ديال الانتحار ديالي وناديك اكثر. شنو بان لكم في الهضره ديالو؟ هاي قتله باش ما ياديهاش، كيفاش الله اعلم. واش بانت لكم هاد الجمله مراكبه؟ سميح كان متوقع بان الناس غيتعاطفوا معاه في البث المباشر، ولكن وقع العكس. التعليقات كامله عباره عن تنمر عليه وعلى الشكل ديال شعره. المهم ما اهتموش للهضره ديالو وما خداوهاش بجديه وبداو كينتقدوا فيه. موراها سميح تعصب ووقف البث المباشر من غير واحد الجوج، هما اللي خداو كلامه جدي.
طبعا عائشة وإقبال. سميح نجحت الخطة ديالو، هذه هي الخطة ديال سميح، وهذه شهور وهو كيخطط، حيت هو عارف الشخصية ديال إقبال، الجانب العاطفي دغيا كيتحرك. واش الخطة كانت أنه هيفتح لايف ويقول باللي غينهي الحياة ديالو؟ لا طبعا لا، لأن اللايف غير باش يستدرج به هاد الجوج المساكن. نهار الجمعة 4 أكتوبر 2024 في هذا التاريخ بالضبط، سميح اتصل بإقبال، قال ليها باللي هو باغي يسمع صوتها لآخر مرة. طبعا إقبال هنا بغات تحماق وقالت ليه فين انت نجي عندك دابا؟ قال ليها أنا فوق سور أديرنا كابي. طبعا غيقول فين هو لأنه باغيها تجي لعنده. واش في نظركم شي حد باغي ينتحر كيقول فين هو أو كيتصل بالناس ويقول لهم شنو غيدير؟ إلا إذا كانت عنده شي خطة بحال سميح. فاش وصلت إقبال ديك البلاصة وطلعت للسور لقاتو جالس فوق السطارة ديال ديك القلعة. سميح كان لابس الكحل وهايس في ظهره صاك. طبعا حتى شي حد ما عارف شنو اللي دار بيناتهم. اللي كيبان هو ان إقبال مشات بالنية ديال انه غيسمع ليها وما يدير والو فراسو مادام قال ليها البلاصة فين هو وبقى كيستناها حتى جات لعنده. الا ان السيد طلع بسيكوبات من الدرجة الاولى. سميح جبد موس ودوز على إقبال وعمل فيها داك الشي كامل اللي كان كيرسم. الصك اللي كان في ظهره كان فيه داك المعدات اللي غيحتاج في هاد الجريمة، والوقت اللي خدم فيه قزار كان حتى هو ضمن الخطة، لأنه تما فاش تعلم يقطع الأجسام. الطريقة كيفاش فصل الجسم ديال إقبال كانت طريقة ديال واحد محترف. الأم ديال إقبال اتصلت ببنتها حتى كتفاجأ باللي الصوت اللي كيهدر معاها ديال شاب ماشي بنتها، ولكن الصوت مألوف. الأم عرفاته وزاد التوتر عندها وقالت ليه فين هي بنتي؟ جاوبها بطريقة باردة وقال ليها ما تخافيش بنتك في أيدي آمينة وقطع عليها. ملي عاودت اتصلت مرة تانية جاوبها واحد السيد وقال ليها راه لقى الهاتف مرمي حدا البلاصة فلانية، لأن سميح رمى الهاتف من فوق السور. الأم جرات لديك البلاصة ويديها على قلبها. فاش وصلت كتشوف الناس كاملين مجموعين على ديك البلاصة وكيشوفوا الفوق، وهنا تفاجأت من المنظر ديال سميح هاز في يديه الراس ديال إقبال، وفاش شافها قال ليها شوفي بنتك دابا شحال مرتاحة بحال شي ملاك، ورمى عليها داك الراس. الأم هنا رجليها مبقاوش هزينها، طاحت في الأرض وبقات كتغوت لبشاعة المنظر، لا هي ولا الأب إقبال. سميح مور هادشي كامل رمى راسو من فوق ومات في البلاصة. اتصلوا بالأب ديال سميح باش يخبروه باللي ولدو مات. الأب فاش كان باقي الله كيفكر كيفاش غيقولها للأم ديال سميح وهي تصوني عليه، وقالت له اجي دابا راه البوليس عندنا في الدار. الأب كان كيحسب ليه باللي جاو البوليس غير باش يخبروهم بالموت ديال سميح، ولكن كيتفاجأ باللي عنده جثة أخرى في الدار وفي وسط الغرفة ديال سميح. هاد الجثة هي جثة عائشة، حتى هي مقتولة بنفس الطريقة ديال إقبال، لقاوها مذبوحة. الطب الشرعي كيقول الفرق ما بين الموت ديال عائشة وإقبال هو 30 دقيقة، ولهذا السبب سموها قضية 30 دقيقة. البوليس فاش كانوا كيحللوا مسرح الجريمة لقاو فيه الرسومات التساميح الغريبة، ولقاو عنده واحد الكتاب سميتو كوكلا كتعني الدمية. الكتاب كيهدر على واحد القاتل المتسلسل و6 ديال الضحايا، كيجمع كل جزء من جثة باش يعاود يركب واحد الجسم واللي سماها كوكلا. ولقاو البوليس حتى سميح عامل واحد القائمة وكاتب فيها الأسماء ديال الأشخاص وحتى التوقيت اللي هيقتلهم فيه، وكاتب لتحت القائمة واجدة. كاينه بعض الناس كيقولوا باللي سميح كان مأثر بهذا الكتاب، وكاينه اللي كيقول باللي سميح ممسوس يعني كيتعامل مع الشيطان، وباللي القتل ديالو لعائشة وإقبال كان كتقديم قربان للشيطان. وتعددت الآراء حول هذه القضية. الأم ديال سميح قالت باللي المسؤولية كانت مقسمة عليهم كاملين، لأنها اتصلت بالوالدين ديال البنات بجوج في الفترة ديال إقبال وحتى عائشة، ونبهاتهم على حساب ولدها سميح، وقالت ليهم يبعدوا منه المصلحة ديالهم. وكيف ما كان الحال نتمناو لهاد الوالدين الصبر على ولادهم، لأن اللي داز عليهم أبدا ماشي سهل. القصة هنا كتسالي، وما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير ونتلقاو في فيديو جديد.